صباحكم فل، صباحكم رضا وحُسن ظن بالله، صباح الأمل والتفاؤل. بُصّوا بقى النهارده الفيديو مختلف تمامًا عن أي فيديو قبل كده، فيديو النهارده فيديو حماسي كده وتشجيع حلو كده، وكمان هناخد فيه معلومات بسيطة كده وحلوة ومفيدة، وبإذن الله تطلعي من الفيديو وأنتِ مستفادة. فأهلًا بيكِ بقى في قناة يوميات أنا إيمان ودي قناتي، وبإذن الله نستفيد ونفيد مع بعض. إن شاء الله هنغسل مع بعض النهارده الفرو، بس قبل ما أقول أي حاجة في غسيل الفرو يالّا بينا كده نصلّي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أي حاجة عندِك فيها فرو ما تغسليهاش طبعًا في الغسالة، فيالّا بينا كده نلم كل مفارش الفرو اللي عندنا. طبعًا اللي موجودين معايا على القناة من زمان ومتابعين الفيديوهات عندي عارفين إن كل المفارش الفرو اللي أنتم شايفينها دي أنا عملتها كده بإيدي. اشتريت طبعًا القماش وعملت كده بالمقص قصيت بالمقص كده وعملت أنا المفارش زي ما أنتم شايفين. المفارش دي عمايل إيدي، وكمان يالّا بينا نغسلها ونحافظ عليها. بُصّوا ممكن تدّيكِ عمر طويل طول ما أنتِ محافظة عليها وعارفة تغسليها كويس وإزاي نغسلها. ويالّا بينا شوية Ariel صغيرين مع على شوية كلوركس ألوان أو كلور الموجود عندِك، في بانيو طبعًا أو في بلاستيكاية، وطبعًا البانيو عندي كان الغطا بتاع البانيو ضايع، ف جيركن كده الشاور كان له غطا، فالغطا بتاع جيركن الشاور ده لفيته كده في كيس كويس وقفلت بيه البانيو عندي. فطبعًا ده اللي أنا باستخدمه طالما الغطا بتاع البانيو ضاع أو اتكسر مش فاكرة بصراحة راح فين. ده بقى فكرة حلوة إن أنتِ تغطّي بيها البانيو بتاعِك لو الغطا بتاعه ضاع. دي فكرة حلوة وده بديل كويس. المهم كمان الجاكيت الفرو ده ما تحطّوش في الغسالة طبعًا، بشوية كلور على شوية أوكسي وغسلتهم كويس كده على إيديّا طبعًا. دعكتهم كويس بإيدي وبعد كده شطفتهم بإيه بقى كده بشوية معطر لو موجود عندِك، شوية معطر كده مع المَيّة وبُصّوا بقوا زي الفل كإنِّك جايباهم جديد لسه بُصّوا من المحل. كل حاجة فيهم نزلت، كل التراب اللي فيهم اتشال بإيدِك كده تحت المَيّة، حاجة كده نضافة، تحسّي بريحة النضافة. وطبعًا أنا عصرتهم ما عصرتهمش في النشّافة بتاع الغسالة، بإيدي بس كده، وبعد كده شطفتهم بشوية معطر وعلى الحبل على طول وهُم حتى كده لسه المَيّة نازلة منهم. فبُصّوا تحافظي عليهم ما تحطّيهمش في الغسالة خالص، خالص نهائي. أي فرو موجود عندِك وعايزة تحافظي عليه أطول فترة ممكنة، اغسليه على إيدِك، بلاستيكية بقى في بانيو الموجود عندِك والمتاح عندِك بشوية Ariel كده وشوية كلور، والفرو عندِك هيرجع لونه زي الأول وأجمل. حافظي على الفرو، اوعي تحطيه في الغسالة، لو حطيتيه في الغسالة مرة و2 ما عدتيش هتلاقي فرو أصلًا، أنتِ هتلاقي قماش من غير فرو. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم ويا رب تستفادوا منه وتطلعوا مستفيدين من الفيديو. وباتمنى منكم كده ما تخرجوش من الفيديو غير لمّا تصلّوا على الحبيب المصطفى كده في تعليق حلو منِّك وحطوا اللايك الجميل اللي بيشجعني. وخلاص كده أسيبكم في رعاية الله، استنوني الفيديو الجاي. وأخيرًا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت